حبايب قلبي الحلوين، ايام مدارس وايام برد وايام حاجات كتير قوي. هنعمل النهارده كيكه حلوه جدا، مقادير بسيطه قوي. تنفع بقى في لانش بوكس، تنفع في الشغل، تنفع عشاء، تنفع فطار، تنفع كله. تعالوا بينا نقول هنعملها ازاي ويلا بينا. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. تعالوا بقى نقول المقادير. معايا هنا كوبايه من الزيت يكون ريحته حلوه علشان خاطر ما يبوظش الكيكه بتاعتنا. ومعايا هنا كوبايه لبن، ممكن تزيد ربع كوبايه كمان وممكن لا، على حسب الدقيق. معايا كوبايه ونص من السكر، بيزيد او يقل على حسب رغبتك برضو. لو انت بتحبي الحاجه قليله سكر حطي كوبايه واحده. زي ما قلنا السكر على حسب رغبتك، عايزه كتير ممكن تقللي تزودي، عايزه قليل ممكن تقللي، مفيش اي مشكله. عندي هنا معلقه من الخل، وعندي 4 بيضات. لو البيض بتاعي كان كبير كنت حطيت 3 بس. نيجي بقى للطبق دوت. معايا فيه معلقه كبيره قوي من البيكنج باودر، ومعايا رشه فانيليا ورشه ملح. ومعايا في الطبق ده كوبايتين ونص مليانين من الدقيق. يبقى المقادير بتاعتي تاني، جهزيها معايا وتعالي. 1 كوبايه من الحليب، 2 كوبايه من الزيت، كوبايه ونص من السكر، معلقه من الخل الابيض العادي بيدي لون ابيض للكيك، وكمان هشاشه. معايا كمان بيكنج باودر وفانيليا ورشه ملح. 4 بيضات، ولو البيض كبير يبقى 3 بيضات فقط. هنعمل ايه؟ اول حاجه بنحط كل المكونات السايله على بعض. بسم الله. ننزل الزيت وننزل بالحليب. احط كمان معاهم السكر. يبقى كل المكونات اللي احنا حاطينها في الكوبايه بره لوحدها دي هنحطها كلها على بعضها. تاني، كوبايه لبن، كوبايه زيت، كوبايه ونص سكر، معلقه من الخل، رشه من الفانيليا ورشه من الملح. وهنحط كمان معاهم ال4 بيضات. بسم الله. عايزه اقول لكم ملاحظه كده ممكن تلاحظوها في البيض. لما بتيجي تكسري البيض وتقشيه في بعضه، اللي انت بتكسري بيها يعني بتتكسر اخر حاجه، يعني متهيألي تقعد للاخر، او ممكن يعني ايه تقعد معاكي بيضتين 3 كده ما تتكسرش. بصي بقى، لو انت عايزاها الكيكه الفاتحه العاديه بتاعتنا، يبقى هتعملي زي ما انا عملت كده. لو انت عايزاها زي كيكه الافران اللي هي بيكون لونها اصفر، هتحطي كيس من التلج ده. تمام، انا مش هحط، انا عايزاها كيكه عاديه. من اول ما بدأنا نشتغل واحنا مشغلين الفرن على درجه حراره 180، هنحطها في الرف اللي قبل الاخير. يعني هتسيبي الرف الاخير وتحطيها في اللي بعده. قلب بس المكونات كده مع بعض في الخلاط بقى او الهاند بلندر، وايه هنضربهم لحد ما السكر يسيح معايا خالص او يندمج مع المكونات. خلاص اتأكدت ان كل المكونات اندمجت معايا كويس جدا. هحطها بس على جنب كده، وهنجيب البولة دي وهنزل فيها المعلقة الكبيرة من البيكنج باودر. نقلبهم في بعض بس، وهنزل عليها بالخليط اللي احنا عملناه. بسم الله. ونبدأ نقلب كتير. كل ما بتقلبي كتير، كل ما بتدخلي هوا جوه الكيكة، كل ما بتديكي نتيجة افضل. نفضل نقلب في نفس الاتجاه، ما تقلبيش الاتجاه بتاعك عشان ما تخرجيش تاني الهواء اللي احنا عملناه. عايزه اقولك كمان لو نخلت الدقيق بيبقى افضل، بيديكي برضو هواء في قلب الكيك. بصوا العجين بتاعي بترفعيه كده ما بيقطعش، يبقى انتي ماشيه صح، والعجين بتاعك هيطلع مظبوط اهو. لو لقيتيه بيقطع يبقى في حاجه ناقصه، يا اما زيت يا اما زيت يا اما حليب كده. هفضل اقلب فيها اهي، شايفين القوام؟ هقلب فيها شويه كمان ونجيب القالب بتاعنا. يا جماعه بصوا كده احنا ماشيين مظبوط جدا جدا. جبت قالب كده وسط، هبدأ انزل العجين
عايزاها رفيعة شوية حطيها في حاجة اكبر اهو. هنزل الباقي ده بسباتيون كده اهوت. العجينة جاهزة معايا، هدخلها دلوقتي الفرن. بصوا سمكها دلوقتي هي هتترفع اكتر بكتير. انا يعني لو انا عايزاها ارفع كنت احطها في صينيه اقل من دي، بس عادي يعني هي كده هتملى الصينيه. هندخلها دلوقتي في الفرن متسخن من اول ما بدأنا على درجه حراره 180. وتعالوا بينا نشوف بعد ما تطلع. هتاخد بالظبط ساعه الا ربع، واوعي تفتحي عليها قبل نص ساعه. يعني انتي هتسيبيها نص ساعه، بعد النص ساعه بقى هتبداي ان انتي تكشفي عنها تشوفي هي استوت ولا لا. بتغزي فيها كده السكينه، لو طلعت فيها شويه ميه يبقى لسه ما استوتش، طلعت ناشفه يبقى استوت. كمان عايزه اقول لك لو هي الوش بتاعها ما اتحمرش لوحده افتحي الشوايه دقيقتين 3، لكن هي ان شاء الله تتحمر لوحدها. طلعتها كده بعد نص ساعه وخمس دقايق كده بالظبط. وايه هبدا ان انا اقطعها. حاولي ان انت تخليها تبرد شويه، كانت لسه سخنه جدا معايا. ودي كانت نتيجتها بيضه من جوه وجميله وعاليه جدا وهشه. هوريها لكم برضو شكلها. هي سامحوني بقى تصوير كنت مستعجله. والسلام عليكم ورحمه الله.